نجح الملك الظاهر ركن الدين بيبرس في دخول وجدان المصريين، لأنه جه سنة 1262 ميلادية وألغى عشرات الضرائب، منها الضرائب اللي كانت تسمى ضريبة المزر، اللي كانت في دور الخمور، ودي ألغاها في شهر رمضان من السنة الأولى لحكمه. وبعد كده ألغى الرسوم اللي كانت على ولاية مصر كلها، وكانت مقدرة ب100,000 درهم واربع يعني 104,000 درهم. وبعد كده ألغى الضرائب اللي كانت معمولة على الدقالية أو المنصورة، وكانت 24,000 درهم. وألغى ضريبة ضمان الحشيش، كانت تقدر ب4,000 درهم. وكان الوزير الأسعد شرف الدين هبة الله اللي عمل مجموعة من الضرائب، كانت وقتها المصريين بيسموها الضرائب النجسة أو القذرة، اللي هي ضرائب المنكرات والخمور والحشيش وبيوت الزواني، وسماها الحقوق السلطانية والمعاملات الديوانية. وعمنا المقريزي اتكلم عنها فيما حدث من إبطال هذه المكوس والضرائب سنة 1266. وزي ما بيقول المقريزي إنه كل الحكام اللي بيحاولوا يتقربوا للمصريين كانوا بيعملوا حاجة بسيطة جدا، ألا وهي إلغاء الضرائب. نجح كمان السلطان بيبرس في إلغاء كمية ضرائب كانت على الرؤوس، يعني ضرائب على المصريين وعلى الفراخ وعلى التجار وعلى الأعيان. وبرضو لما جه السلطان قلاوون سنة 1279 كان مشي على نفس المنهج، وألغى كمية من الضرائب على المسيحيين، اللي هو كانت ضريبة أهل الذمة، وكان دينار عن كل واحد. وألغى دينار اللي كان بيتعمل على كل واحد مصري عشان احتفال يوم النيل. وكان وقتها في حاجة اسمها الصمات، اللي اتحرفت بعد كده كلمة وبقت بق صمات. المقصود بيها الصمات دي يعني المائدة السلطانية، وكان أي بق يروح ياكل الصمات، فجت من هنا كلمة البق صمات. وبرضو جه السلطان حسام الدين لاجين سنة 1298 وألغى الضرائب اللي عملها على الناس، وكان بيحب يتقرب للمصريين، وصلح جامع ابن طولون وكلفه 10,000 دينار. من الحاجات بقى اللي جت في عهد الناصر محمد قلاوون سنة 1310 في ولايته الثالثة، إنه ألغى نهائيا ما كان يطلق عليه طرح الفراريج في سائر الأقاليم. وكانت الحكاية دي الفراريج دي بتتاخد طبعا، واحدة ست مربية شوية فراخ في البلد، كانت بتتاخد من الأرامل والفقراء والأيتام، زي ما قال المؤرخ الكبير ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة صفحة 46 الجزء 9. وألغى بعدها برضو الضريبة اللي كانت بتاعت الفلاحين، والناس كانوا مبسوطين جدا بهذا الأمر. وألغى كمان محمد بن قلاوون ضريبة مكس ساحل الغلة، اللي هي كانت الإتاوة للي بيجي يبيع غلة في القاهرة، وأبطل نصف السمسرة. يعني كان الواحد يبيع غلة ب20 دينار، يتاخد نصف السمسرة يعني 10
دينار عن كل حسب البيع. وألغى الضرائب اللي كانت معمولة على الوجهين الإبلي والبحري. وزي ما وصف المقريزي وقال بالحرف الواحد: كان يصيب الناس من هذه الجهة ما لا يوصف، ويحل بهم من عسف الرقاصين وما يهون معه الموت. الرقاصين هنا زي ما كتبها ابن تغري بردي كان الراجل اللي بيجيب البريد أو البوسطة اللي فيها الأوامر السلطانية، مش الرقاصين زي ما هو معروف دلوقتي بالرقاصة يعني.